بعض الناس بتجيلنا العياده تشتكي من صباع رجله الكبير حادف لبره، حاجه بالانجليزي اسمها هالوكس فالجاس، او بالعربي ليها اسم غريب الاصبع الافحج او الاروح. يعني هو الصباع الكبير باختصار بيروح ناحيه الصوابع الصغيرين، وبيبقى في عظمه كده على الناحيه الجوانيه وجع العين في الجزمه. الحكايه دي مشهوره قوي، ممكن تيجي في الناس اللي فوق 60 دايما، ده بسبب ارتداء جزم بقى بوزها ضيق وكعب عالي، بالذات السيدات مع السنين بيحصل للرجل كده بتاخد الشكل ده. وفي ناس صغيره بيجي لها عشان بدل ما الصوابع في القدم كده موازيه، بيبقى في زاويه مفتوحه كده بين الاول والتاني، فالصباع الكبير اوتوماتيك بيحدف لبره كده. القصه دي علاجها في الاول بنبتدي بحاجات بسيطه زي الجباير والحاجات السيليكون اللي انا حاططها لكم دي، والحاجات اللي بتتلبس اثناء النوم زي دي. يا اما لو الحاجات دي ما نفعتش بنضطر نعمل العين عمليه ونعدل الصباع مكانه تاني. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وبشتغل الحكايه دي من زمان قوي، وهي حكايه موجوده كتير قوي، لكن احنا ما بنشوفهاش غير لما بتبقى مضايقه العين في الجزم.